مين فيكم بقى صاحب شركة تسويق عقاري بيعمل مجهود كبير أوي وبيصرف فلوس كتير على الإعلانات، في الآخر بيحس إن النتايج مش قد كده، وأحيانا بيشوف مواقع منافسين له من نفس المنطقة نفس المشروعات اللي بيسوقها في الصفحة الأولى في جوجل وبيسأل نفسه إشمعنى أنا لأ؟ للأسف دي مشكلة بتواجه كتير من شركات التسويق العقاري وأحيانا التطوير العقاري، إن موقعها الإلكتروني مش بيظهر في محركات البحث أو بيظهر بس في صفحات متأخرة، تالت صفحة رابع صفحة خامس صفحة محدش بيوصل لها. طيب إيه الحل بقى؟ الحل النهائي ومن الآخر من غير ما تدور كتير في مصطلح واحد بس اسمه اوف بيج اس اي او. استحمل لي بقى في ال 30 ثانية دول لأن كتير من الناس ما بتعرفش توصل يعني إيه اوف بيج اس اي او. تخيل معايا إنك فاتح مطعم جديد في مكان حلو جدا، صرفت كل اللي معاك عشان تخليه أحسن مطعم في المكان اللي أنت فيه، ديكورات فخمة، أكل طعمه خيالي، فريق عمل مدرب على أعلى مستوى، تقريبا كل حاجة جوه المطعم مثالية. بس للأسف المطعم ده لسه جديد محدش بيزوره، مفيش زباين بتيجي، كل المجهود ده وكل المصاريف دي ومش شايف نتيجة. يبقى الحل هنا إن المكان ده يتشهر وياخد سمعة. تخيل معايا بقى إن يوتيوبر متخصص في الأكل عمل زيارة للمطعم ده وعمل فيديو ونشره في القناة بتاعته، شكر في الأكل جدا، شكر في الخدمات في المكان. أو تخيل معايا حتى إن جريدة كبيرة اتكلمت عن المطعم بتاعك، عملت مقالة وقالت إن ده من أفضل المطاعم اللي موجودة في المنطقة دي. إيه اللي هيحصل بقى؟ إن المكان هيسمع، الناس هتبدأ تيجي المطعم، تثق في المطعم، تتكلم عن المطعم. أهو ده بقى بالظبط الأوف بيج، كل مجهود بنعمله خارج الموقع عشان نحقق له شهرة وسمعة وقوة تخلي جوجل يثق فيه ودايما يحطه في أول نتائج البحث. ست خطوات بقى اللي هكلمك عليهم دول ملخص كلمة اوف بيج. أول حاجة تحليل باك لينكس المنافسين، دي أول حاجة لازم تعملها. شوف الشركات العقارية اللي بتظهر قبل منك في نتائج بحث جوجل، روح بقى بص على المواقع بتاعتهم، اعرف مين المواقع اللي بتحط باك لينكس ليهم، روابط بتؤدي للموقع بتاعهم يعني. ده بقى بيعرفك ايه سر قوتهم وتقدر تعمل زيهم ازاي او احسن منهم كمان. النقطة التانية هي استهداف المواقع المشتركة. يعني ايه؟ يعني لما تلاقي مواقع بتدي باك لينكس لمنافسينك حاول انت كمان تاخد منها باك لينكس. ليه؟ عشان تزود قوة الموقع بتاعك. رقم 3 اغتنام الروابط المعطلة او المكسورة broken links. في بقى مواقع كتير بيبقى فيها روابط مش شغالة، مكسورة يعني مش شغالة، دي فرصة بقى ليك، ابعت لأصحاب المواقع دي قول لهم يا جماعة الرابط ده مش شغال، اللي موجود في المقالة الفلانية الصفحة الفلانية ممكن تحطوا مكانه رابط للموقع بتاعي لأنه بيتكلم عن نفس الموضوع. وبكده تكون ضربت عصفورين بحجر، ساعدت الموقع ده إنه يصلح الخطأ اللي عنده ده وفي نفس الوقت حصلت على رابط جديد لموقعك. رقم 4 هي تطبيق تقنية ناطحة السحاب. أنا مش فاهم حاجة، الفكرة هنا إنك تشوف مقالة ناجحة للمنافس بتاعك وتعمل أنت مقالة أحسن منها فيها معلومات أكتر، صور أوضح، أي حاجة تخليها أفضل، تديها قيمة، تبدأ تسوقها وتحطها في مواقع إخبارية أو في مواقع عليها ترافيك زياراتها كتير ومشهورة. النقطة الخامسة تحويل الإشارات غير المرتبطة إلى روابط. يعني إيه؟ لو لقيت أي موقع أو مدونة ذكرت اسم شركتك العقارية أو المشروع اللي أنت بتسوقه من غير ما تحط له أي رابط، اتواصل معاهم فورا، لهم شكرا إنك ذكرت اسم الشركة أو المشروع اللي إحنا بنسوقه، بس يا ريت لو تحط رابط لموقعنا عشان الناس تعرف معلومات أكتر. النقطة السادسة والأخيرة هي تحسين ملف تعريف نشاطك التجاري، جوجل ماي بيزنس. ماله ده؟ اعتبره بقى البوابة بتاعتك على جوجل، املى كل بيانات شركتك صح، حط صور لمشاريعك، اطلب من كل عميل تكون انت اتعاملت معاه ويكون مبسوط انه يعمل لك تقييم ايجابي. كل التقييمات دي بتخلي جوجل يثق فيك اكتر، يظهرك للناس بشكل اوسع، يديك ويدي شركتك اولوية انك تظهر لكل الناس اللي بتدور على عقارات في المنطقة بتاعتك وبشكل مجاني. في النهاية الموضوع مش صعب خالص، الموضوع بس محتاج تخطيط وتنفيذ بطريقة صح. ده بالتحديد اللي احنا بندرب الناس عليه في دوراتنا، بنعلمك ازاي تبني استراتيجية قوية تحسن بيها محركات البحث، تجذب بيها عملاء مستهدفين حقيقيين. لو عندك اي سؤال سيبه لنا في التعليقات وان شاء الله هرد عليه بنفسي.